يلا يا بوجي، يلا يا لمطم، نقعد سوا هنا نفتح قلوبنا. يلا يا بوجي، يلا يا طمطم، نسمع حكاية جديدة من حكايات رندا. دروس وحكاية نسمع ونفهم، تبقى معانا وتعيش جوانا. يلا يا بوجي، يلا يا طمطم، نسمع حكاية جديدة من حكايات رندا. ضحكة ولعبة وحكمة حلوة نخليها دايما في بالنا. يلا يا بوجي، يلا يا طمطم، نسمع حكاية جديدة من حكايات رندا. حبايبي الحلوين، دلوقتي جه وقت النوم. يلا نسمع حكاية الأخ المشاكس. كان يا مكان كان في أخين، واحد كان غلبان والتاني كان عنيد ومشاكس. الولد المشاكس كعادته كان بيسهر طول الليل، كل اللي كان بيعمله إنه يمسك تليفونه ويفضل يلعب. وفي ليلة من الليالي الولد المشاكس أخده الحماس وكان مليان طاقة، كان بيتحرك كتير وصوته عالي وبيزعق وبيتخانق لحد ما أخوه الغلبان قام مفزوع من النوم. كان خايف ومرعوب، وبعد ما أخد نفسه طلب من أخوه المشاكس إنه يوطي صوته شوية علشان يقدر يرجع ينام من تاني. قام الولد المشاكس زعق فيه وقال له: بقولك ايه يا فرقع لوز، اتخمت وبطل صداع. فالولد الغلبان زعل وعيط وقال له: انا هروح اقول لماما. قام الولد المشاكس زعق فيه اكتر واكتر وقال له: انت فتان. راح الولد الطيب الغلبان جري بسرعة لمامته واترمى في حضنها، وكان عمال يعيط ومش قادر ياخد نفسه من العياط. كل اللي كان بيقوله: أنا فتان، أنا فتان. في اللحظة دي الأم اتصدمت من صعوبة الكلمة وطبطبت على ابنها وقالت له: مين يا حبيبي قالك كده؟ قام الولد قال لها: أخويا بتاع المقالب. وبعد ما الولد الطيب الغلبان حكى لمامته كل حاجة، قامت مامته قالت له: هات حضن كبير يا فرقع لوز وما تخافش، تعال نروح لأخوك أبو دم خفيف نتكلم معاه سوا. الأم هنا كانت حكيمة، اتصرفت بذكاء، كل اللي كان يهمها أنها تزرع المحبة بين الإخوات. اتكلمت الأم مع أولادها بهدوء وبكل بساطة قالت للولد المشاكس: احنا عيلة، أكيد بنحب بعض ولازم نحترم بعض ونخاف على بعض. وانا عارفة يا بطلي ان عقلك كبير، وعارفة كمان انك ذكي، فمينفعش انك تأذي نفسك بانك تسهر طول الليل وانت ماسك تليفونك، علشان انت لما بتسهر كتير وما تنامش كويس مخك الذكي هيضعف وهيتعب، وهنا انت مش هتقدر تركز ومش هتعرف تحفظ دروسك، وعمرك ما هتكون بطل. هيفضلوا الأولاد الشاطرين يضحكوا عليك لأنك بالنسبة لهم هتكون ولد فاشل، فدايرة أصحابك هتكون مليانة بالأولاد الفاشلين. بص كده لنفسك وتخيل إنك على طول بتتعاقب وأصحابك بيضحكوا عليك، إحساسك إيه؟ أنت اللي هتجاوب على نفسك. تاني حاجة يا أبو دم خفيف، ربنا اداك نعمة لازم تحافظ عليها، فعيونك الحلوة مع السهر هتتعب وهتحمر وهتضعف وهتضطر تروح لدكتور عيون وهتلبس نظارة، مش هتقدر تستغنى عنها أبدا. وآخر حاجة يا بطلي، مينفعش تزعق وتعلي صوتك، علشان انت كده هتتعب قلبك الصغير. قلبك الأبيض الحلو الجميل الطفولي هو أساس حياتك، كل ما تزعق
انت بتقطع شريان جوه قلبك، يفضل قلبك يضعف ويتعب، وانت كمان هتتعب وهتضعف، ومش هتقدر تجري ولا تلعب زي الأبطال. فبلاش تضايق قلبك علشان تعيش مرتاح وسعيد. وفي النهاية الولد المشاكس عرف غلطه واعتذر لمامته ولأخوه ولنفسه كمان. اتعلم انه لازم يحافظ على جسمه علشان يكون بطل زي الأبطال، وقرر انه يحدد وقت لكل حاجة. بالنسبة له الوقت من ذهب، ومن ساعتها الولد المشاكس بقى بينظم وقته بين دراسته ولعبه. يلا نقول لأصحابنا باي باي، واستنونا في حكاية جديدة من حكاية رندا مع بوجي وطمطم.